السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعطله سعيده، والعيد جاي ان شاء الله، عيد مبارك سعيد باش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنصايبوا مع بعضياتنا هاد الشميعات غزيولين. كنت صايبتهم شحال هذا، وبزاف البنات قالوا لي بغيناهم، الوفده عارفه كيجيو عندي الخاص وعلى الراس والعين البنات. وكنتاسف على هذا الغياب لان الخدمه وكدي الوقت. وشوفوا هاد الطابلو شحال جا زوين 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 بزاف. هذا غير طابلو عادي، وكتبتو بهذا الستيلو اللي كيكون بريون، كيجي غزيول بزاف. فن فن فن. ايوا نبداو ان شاء الله. الشميعه ديالنا راكم عارفين كنديروا الحجيره وكنديروا هكا. نبداو في الاول بالوريده هكا، ونفس الوقت نهضر معكم شويه على البنات اللي باغيين يديروا المشاريع. يعني البنت اللي بغات دير مشروع ديالها خاصها تشوف اشنو اللي كتبغي هي، يعني الحاجه اللي غتلقى فيها نفسها وغادا تطور فيها. ماشي تشوف بان مثلا الشمع كيتمشى او لا غيزين كتمشى او لا. يعني تشوف هي اشنو الميول ديالها، لانها ملي كدير الحاجه اللي تعجبها غاديه تعطي فيها، يعني غتطور فيها وتحاول تبدا في حاجه وحده، ما ديرش جوج ما ديرش ثلاثه. لان الا دارت ثلاثه، شوف الورده ما جاتش مقاده معليش، يعني الا دارت ثلاثه ولا اربعه ولا جوج في دقه وحده ما غاداش تعطي هذاك الشيء. والمشكل انها غادا تستعمل راس المال غتستعمل بزاف. يعني هي يلاه باديه خاصتكم تستعملوا الحاجه اللي ما تكلفش بها بزاف، ما تخرجوش فلوس بزاف من جيبكم، لان لا خرجتوا الفلوس بزاف من جيبكم ما غاديش تحسوا اشنو ربحتوا واشنو ما ربحتوش. عليها سيروا بشويه بشويه. هنا البنات في الشمع راه ملي كنكون كنفيلمي كنحاول انني نكون في الكاميرا راه ما كيجيش مقاد، ولكن ملي كنكون نصايب الشمعة بلا ما نفيلمي كنرد ليها البال. انا واقيلا هادي راه غنكون عاودتها لان بانت ليا ما مقاداش وما يمكنش نكون عطيتها للسيده هكا ما مقاداش الشمعة، ولانه واقيلا في الاخر ما غيبانش فيها هذاك الديفو ديال الورده كبيره والورده صغيره. معليش، نرجعوا الموضوع ديالنا. وكيف ما قلت لكم البنات، يعني الا بغيتوا ديروا مشروع ما تخرجوش بزاف الفلوس، حاولوا انكم تبداو باقل حاجه. يعني الماتيريال حاولوا انكم تاخذوا الماتيريال اللي رخيص، ما تبداوش ديروا لومبالاج اللي غالي، ما تبداوش تاخذوا تقيد ديروا ان سيت باغ اكزومبل وتبداو تخلصوا عليه دغيا. يعني كاينين بحال هكا لي سيت لانه كيكونوا غراتوي، مثلا ديك لو سيت ديال ايزي راه غراتوي، وانكم ديروا لو سيت ديالكم وباش تبداو تبيعوا المنتجات ديالكم. ديروا لي مارشي راه كيبيعوا تبيعوا فيهم المنتجات ديالكم وباقل، يعني البلاصه كتاخذوها رخيصه. هذاك الشيء علاش الواحد ملي يبغي يبدا باقل حاجه. وخصوصا ديروا اللي نتوما كتبغيو، ما ديروش الحاجه اللي راها مروجه. هي مزيان ديروا الحاجه اللي هي مروجه وكلشي كيطلبها، ولكن الا ما كانتش نتوما كتعطيو فيها من قلبكم راه ما غاديش تمشي، ما غاديش تمشى ليكم لانها ما تعطيوش فيها من قلبكم. فهمتي؟ يعني ديروا الحاجه اللي كنتوما تبغيوها وتبغيو تمشوا فيها من هنا لقدام. ودائما ملي كتبداو مشروع ديالكم راه ماشي في الدقه والحين انه كيبان لكم النجاح، ما كيبانش لكم النجاح في دغيا في وقت. خاصكم تسناو، يعني كيقدر يدي عام عامين باش يلا يتمشى لكم المشروع ديالكم. وكنتمنى لكم التوفيق، وفي اي سؤال مرحبا بكم، يا اما هنايا في اليوتيوب تخلوا لي تعليق او تجيو عندي في الخاص، مرحبا والف مرحبا. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الخدمه ديال ادسام، انا راه ما ناسياكمش والله العظيم ما ناسياكم، غير الوقت وبعد مرات كيجي المرض، والله الله يكون في العون وصافي. نخليكم دابا مع شويه ديال الموسيقى ونرجع لكم. وانا رجعت لكم من بعد الموسيقى. وان شاء الله كنتمنى لكاع البنات اللي بغاو يديروا شي مشروع ينجحوا فيه. والخدمه راها ماشي عيب، يعني الانسان كيخدم يدير الفلوس في جيبو يحقق الذات ديالو. يعني واخا انه الزوج ديالك يكون ميسور الحال الحمد لله،
حتى نتيايا ديري الوقت والزمان ما تعرفي اشنو يوقع في الوقت، في هذا الوقت ديالنا. بعض المرات الله يستر الرجاله كيتبدلوا، كيدور بهم شي حد، الله يستر كيتوفاو، الاعمار بيد الله، اولا كيتوفاو والله يكون في العون. ونعني المراه كتبقى بلا صنعه بلا حتى حاجه. يعني الوحده لا دارت شي حاجه في تحت منها تفيدها لدواير الزمان كيف ما كنقولوا. وراه ماشي عيب الخدمه، ماشي عيب، ماشي عيب، ماشي عيب، بالعكس راهم كيكونوا لاباس عليهم، وكتلقى هي دايره مشروع تقول لك الوقت والزمان. واللي ما عارفاش شنو الدنيا كدور كتبقى غافله، غافله في دار غفلون حتى كتوقع الله يستر اللي وقع. كنتمنى حتى وحده ما يوقع ليها شي حاجه، ولكن من الاحسن الوحده اللي ما قارياش تمشي تقرا. القرايه راه مزيانه كتنفع. اللي ما عندها شي صنعه وراكده عليها تنوض تفيق وتبدا تخدم ما فيها باس. واخا انك راجلك ما محتاجش ليك يعني تبداي تخدمي ما فيها باس. منها نيت كتعمري وقتك، ومنها المرض كينقص، لان المراه ملي كتكون في الدار كتخنق، كتعود تقلق، كتعود فيها النقير، كيعود فيها بزاف والله بزاف اللي كيكون فيهم النقير هذوك اللي كيكونوا في الدار. وملي كتخرج كتعرف على ناس، كتعرف على تقاليد اخرى، كتعرف الاجواء، بزاف د الحوايج. يعني ملي كتخدمي كتجيب لك غير الافاده، ما عمرها ما كتضرك، بالعكس. يعني كتعودي وحده اخرى، والله العظيم صدقوني كتعودي وحده اخرى. يعني نصيحه مني للبنات، تعلموا الصنعه، اللي عندها الصنعه تخرجها، تخدم. اللي ما قارياش تمشي تقرا ما فيها باس، ما فيها باس. راه تبارك الله البنات بزاف اللي بهاد الشماع خدموا وكتجيهم الكوموند للدار. كاينين اللي فتحوا مشاريع ما شاء الله، مشاريع داروها غير بالشماع، بلا غيزين، بالخياطه، بالفصاله، بزاف ياكم راكم عارفين، ماشي انا غادا نقول لكم. يعني انا مراسي وجبد، يعني ملي كتجيني شي كوموند وكنبيع الشمع هكا، يعني كتحسي بالفخر والله. كنقول للراجل هكا شوف انا بعت هادي، تقول لي مزيان تبارك الله. انا الحمد لله الزوج ديالي كيزعمني بعض المرات كنحتاج شي حاجه تقضيه، هو اللي كيخرج يشري لي الشماع ولا شي حاجه. يعني معاوني الحمد لله. وكنتمنى التوفيق للجميع، ويعطيكم ازواج صالحين والله. يعني الازواج اللي معكسين مع عيالاتهم ما كاينلاش لا ما تخدميش لا ما تفعليش ما تركيش. بالعكس الا كنتي تبغي مرتك وتخاف عليها قول لها تعلمي، الا كنتي تبغي مرتك وتخاف عليها ما قارياش قول لها سيري تقراي. الوقت والزمان تعودي تحفظي ولادك، تعودي تخرجي ما توضريش، بزاف د الحوايج. يعني هو خاصو يقول انا خارج الخدمه نقدر نرجع نقدر ما نرجعش. يعني الوقت والزمان. يعني الراجل هو اللي خاصو يزعم المراه، والمراه ما تبقاش دير الراجل لا قال لي ما ديريش، قال لي ما ديريش، قال لك ما ديريش شرحي لي علاش انك بغيتي تخدمي، علاش بغيتي تعاونيه. وبالتوفيق للجميع ومع السلامه وعيد مبارك سعيد وعطله سعيده وخليتكم بالراحه. مع السلامه.